السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هقول لكم على مكان توزيع الوجبات المجانية، ولو أنت عاوز تصدق من أنه مكان بالظبط إن شاء الله هشرح لكم بالتفصيل. أرجوكم الدعاء ليا ولأهلي، ربنا يا رب يجمعنا جميعا في الخير. ده يا جماعة برج الساعة. تمام، أنا همشي دلوقتي من برج الساعة، هوريك الأماكن اللي هي بتوزع فيها الوجبات، وهقول لك المكان ان شاء الله بالظبط باذن الله. هقول لك الاماكن اللي هي بتوزع فيها الوجبات. زي ما انتم شايفين ده ايه، برج الساعه هو. تمام، واحنا حاليا ماشيين متجهين الى المكان ان شاء الله. انت لو حابب ان شاء الله تتصدق، ممكن انت تصدق. تمام، لو حابب ان انت تاكل من الوجبات ديت، هي وجبات سبيل. هي الوجبه تقريبا عامله في رينج 10 ريال، بتكون فيها ميه وبتكون فيها عصير، وبتكون فيها وجبه عباره عن رز و يعني ربع فرخه سواء صدر او ورك. تمام، انا دلوقتي ان شاء الله بشرح لك بالتفصيل انت فين من برج الساعه. هقول لك الباب بالظبط وهقول لك كل التفاصيل باذن الله، بس بالله عليك لا تنسانا من دعائك. تمام يا جماعه؟ تمام. شايفين انتوا سيدات النهر اللي هناك دي؟ احنا هنروح عندها دلوقتي وهقول لك المكان فين بالظبط ان شاء الله. في ناس بتقول لك والله انا مش محتاج، طب انا اخد الوجبه ليه؟ هقول لك عادي والله، هو ايه، وجبات سبيل. السبيل ديت على كل الناس. تمام، اللي هي بتكون محتاجه او مش محتاجه، انت بتاخد وجبات سبيل. في ناس سالتني، هم 3 أو 4 اماكن بيكون فيهم الوجبات، وانا ان شاء الله احاول اشرحه لكم باذن الله في فيديو مجمع. وادخل على صفحتي هتلاقي اماكن توزيع الوجبات السبيل. تمام، طيب زي احنا ماشيين اهو دلوقتي حالا اهوت. تمام، هنلاقي دلوقتي ادي مصرف الرجح اهوت. تمام، امشي لغايه لما توصل لفندق الانتر كونتيننتال او بيسموه دار التوحيد. انا ماشي معاك خطوه بخطوه ان شاء الله، وقفت لك من عند برج الساعه وماشي معاك خطوه بخطوه، عشان ان شاء الله لو انت محتاج تعمل صدقه، تمام، عندك مشكله، عندك حاجه تعمل صدقه، هقول لك المكان اللي انت ممكن تاخد منه. وانت لو عاوز وجبه سبيل ممكن تاخد وجبه او 2 أو 3 عادي خالص. انت بتقف في الدور، وكل ما بتخلص وجبتك ممكن تروح تقف في الدور تاني وتاخد الوجبه. اسالك بالله الدعاء ليا، تمام، ولاهلي. تمام، زي ما انتم شايفين في ناس هناك معاهم هي وجبات السبيل. تمام، زي ما احنا ماشيين دلوقتي حالا اهو ان شاء الله. خلاص قربنا نوصل للمكان اللي هو بيوزع وجبات السبيل. والمكان فيه عدة اماكن انا ان شاء الله هوريها لك باذن الله، الواحد لاحد انا هوريها لك، بس انت لا تنسانا من دعائك. خلاص احنا كده تقريبا شبه وصلنا. تمام، ادي حمامات رقم 6، وادي الانتر كونتيننتال او بيسموه دار التوحيد، وده باب 79 او باب دخول عمره. تمام، هتمشي هنا هوت في الشارع ده، ادي دار التوحيد تحت صيدليه النهدي مباشره. هنا بيكون النساء. تمام، هنا بيكون النساء، وهنا بيكون الرجال. بس حاليا عشان الوقت اتاخر شويه مفيش توزيع، ولكن انت تعالى قبل صلاه العشاء ان شاء الله. اي وقت ان شاء الله هتلاقي باذن الله. ده اول مكان بيودي وجبات، اسمه مطعم زاد الجود.
ده المكان، بس هو حاليا موقف عشان خاطر يعني دلوقتي تقريبا داخله في الساعه واحدة، فهو موقف. ولكن ان شاء الله بعد صلاه الفجر ان شاء الله يكون في وجبات. ده اول مكان تمام، وهو بيكون بعد صلاه الفجر لحد يعني ان شاء الله لحد امتى؟ لحد العشاء، وبالذات بيكون يوم الجمعه. ده اول مكان اللي احنا عاوزين نقول لكم عليه. تاني مكان بقى يا جماعه ان شاء الله انا هوريه لكم باذن الله. الكلام ده كله حاليا عشان احنا بس الساعه واحدة، فمفيش يعني حد بيوزع، ولكن تمام. الكلام ده ان شاء الله يعني في العشاء او في الصلوات هتلاقي كتير جدا جدا جدا، وان شاء الله ربنا رب يكرمكم جميعا. ده احنا داخلين على المكان التاني. طبعا احنا خلاص ادي ادينا فندق الانتر كونتيننتال ظهرنا تمام، وماشيين على المكان التاني. الاماكن دي يا جماعه بتكون يعني متوزعه جدا 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 جدا، وانت لو عاوز تعمل صدقه او حاجه زي كده بتروح الاماكن ديت. ولكن حاليا عشان الساعه بس متاخره فمش موجود فيها الناس. هي ممكن على مثلا من واحده مثلا لصلاه الفجر ما بيكونش فيه توزيعات، ولكن الاماكن اللي انا بوريها لك دي ان شاء الله بيكون فيها. لو انت عاوز تاخد وجبه السبيل، انت لو عاوز تاخد تعمل صدقه، فالاماكن ديت يعني ان شاء الله بتعمل وجبات سبيل. هوريك المكان التاني، والمكان التاني ده اصلا ده يعني اقل زحاما، وان شاء الله بيعملوا بردك وجبات سبيل ان شاء الله. خليك معايا. ده يا جماعه المكان التاني اللي بيعمل وجبات سبيل. انا فين بالظبط؟ ده هو فندق الانتر كونتيننتال. اديت ظهرك وبعد كده انا مشيت تمام. الساحه ديت على ايدك الشمال بالظبط هتلاقي في ناس كتيره جدا 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 بتعمل وجبات. حتى هنا في ناس بردك بتوزع، يعني بتكون توزع مصاحف مجانيه تمام. انا هدخل الساحه دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمك. الكلام ده على مدار الساعه، ولكن عشان حاليا بس الوقت اتاخر شويه فتلاقي ايه يعني مفيش توزيع. ولكن انت بس تعالى اي يوم ان شاء الله هتلاقي الاماكن ديت مزدحمه جدا جدا جدا، وهتلاقي فيها توزيعات كتير جدا جدا. دي الساحه اللي انا بقول لكم عليها. انت دوت رايح في اتجاه المسفله، وهتلاقي بالذات كمان يوم الجمعه هتلاقي عربيات كتيره جدا جدا بتوزع ميه. يعني عندي تقريبا الكوبري ده هتلاقي هنا عربيات بتوزع ميه تمام. انا حاليا ماشي معاكم اهو تمام، وان شاء الله خير. الاماكن دي يا جماعه يعني انت لو حابب تعمل صدقه فهتلاقي الناس اللي بتوزع وجبات. انت حابب تعمل تاخد وجبه، فالمكان ده ان شاء الله بيوزع وجبات. طبعا عشان الوقت حاليا متاخر فانت مش لاقي حد، ولكن في المعظم العام بيكون فيه وجبات. الوجبات دي عباره عن ايه؟ عباره عن يعني ربع فرخه مع الرز، وفي ميه وعصير او عصير بس، وفي حاجه ثانيه سندوتشات، بتكون سندوتشات فلافل تقريبا ب 3 ريال، وفي تقريبا سندوتشات اسمه ايه يا ربي، بروست، اسف سندوتشات مسحب. فان شاء الله ربنا يكرمك. الحاجات دي ان شاء الله تلاقي فيها وجبات توزيع وجبات سبيل، او انت لو حابب تصدق هتلاقي الناس كتيره جدا 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 موجوده هناك. انا بعتذر لان حاليا وقت الساعه 1 تقريبا 1 بالليل، فتقريبا شبه مفيش حد موجود. هم ممكن يبتدوا مثلا من بعد صلاه الفجر لغايه طول اليوم. وربنا يكرمك. اسالك بالله انك تدعي لي، وربنا يا ربي يرزقك يعني باذن الله زياره بيت الله الحرام، وربنا يا ربي يكرمكم جميعا ويكرمنا. اسالكم بالله الدعاء ليا ولاهلي، وربنا يكرمكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو حد عنده اي استفسار يكتبوا لي في كومنتات. شكرا. لا تنسى المتابعه وكومنت لو انت محتاج اي حاجه اي معلومه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.